أحبابي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع ومرحبا خاصة بتلاميذي الأعزاء والأوفياء، تلاميذ سنة ثالثة ثانوي جميع الشعب العلمية، سواء كنت رياضي أو تقني رياضي أو علوم تجريبية. مرحبا بكم جميعا في فيديو اليوم، لأنه اليوم راح نتكلم على موضوع مهم جدا يخص طلبة بكالوريا 2025 في مادة العلوم الفيزيائية. ولادي بناتي، بعد ما نزلت لكم 4 فيديوهات سابقة، جو العديد من التلاميذ في حسابي في الانستغرام: أستاذ والله العظيم ما راني لحق في مادة العلوم الفيزيائية، ما رانيش لحق في الفيزيك، ما كملتش البرنامج، أستاذ راني خايف منها، راني خايف. شوفوا ولادي، حبيت نقول لكم معلومة، انه مادة العلوم الفيزيائية والله العظيم والله راني حلفت 3 مرات انه تعتبر من اسهل المواد. كي نقول هكذا يقولوا لي استاذ بالنسبة لك انت ماشي بالنسبة لنا. لا ولادي، كي نقول لكم مادة سهلة معناتها راهي مادة سهلة. شوفوا، هي صح راهي مادة اساسية كما تقدر تطلعك كما تقدر تهبطك، بصح ولادي انت انا نتمنى لكم جميعكم انه مادة العلوم الفيزيائية تطلعكم في البكالوريا. راكم معايا ولا لا؟ مادة بونيس، فهمتوني كيفاه ولا لا؟ بالنسبة للطلبة لي ما قراوش من بدايه السنه ماده العلوم الفيزيائيه، داوها لعب وتمسخير وفاقوا في نهايه السنه باللي عندهم بكالوريا. كاين العديد من التلاميذ فاقوا في نهايه السنه بصح وصلوا، كاين اللي داو 17، كاين اللي داو 18، كاين اللي داو 18 ونص. ما قراوش ماده العلوم الفيزيائيه في بدايه السنه، من شهر سبتمبر هما داوها غير لعب وتمسخير، لكن كي بقاو له شهرين ولا 3 اشهر للبكالوريا فاق باللي عنده باك وراه روطار. فهمتوني كيفاه ولا لا؟ وداروا وتكلوا على ربي وجاتهم العزيمه وكاع وزاد توجهتهم كما راح نوجهكم انتوما ان شاء الله. راكم معايا ولا لا؟ انا ديما نقولها لكم باللي تقدروا تصنعوا المستحيل، من اراد استطاع. فهمتوني كيفاه ولا لا؟ هذا واش نقدر نقول لكم يا جماعه الخير. شوفوا، ماده العلوم الفيزيائيه هي راهي ماده سهله، بصح وقتاش تولي ماده سهله بالنسبه للطلبه المتاخرين؟ اذا قريتوا بذكاء. كيفاش استاذ نقرا بذكاء؟ هذا هو السؤال تاع اليوم. فهمتوني كيفاه ولا؟ كيفاش نقرا ماده العلوم الفيزيائيه بذكاء ونقدر نوصل بنسبة 80%؟ باش نقدر نقول لك توصل ل 100% يكذب عليك. شوف، إذا قال لك واحد تقدر تختم البرنامج تاع مادة العلوم الفيزيائية في شهر ونص، راهو يكذب عليك وراهو يتمسخر بك. صح يطلع لك المرة بصح والله راهو يكذب عليك، باسكو من المستحيلات السبع تقدر تكمل 7 وحدات في شهر ونص. كيفاش؟ هذه ما يتقبلهاش العقل. حنا واش قريناكم من بداية السنة من سبتمبر إلى غاية ماي باش نقدرنا نكملوا 7 وحدات تتكملها في شهر ونص؟ راهي من المستحيلات 7 يا جماعه الخير. ما نكذبوش على بعضنا، نقول لكم واش كاين الواقع. انا نقدر نقول لك تقدر تكملها بنسبه 80%، بصح 100% مستحيلات 7. كيفاش تقدر نكملها ب 80%؟ بطريقه ذكيه. نروحوا تشوفوا مليح معايا. كما قلت لكم بلي ماده العلوم الفيزيائيه عندكم 7 وحدات تعليميه فيها: الوحده الاولى، الثانيه، الثالثه، الرابعه، الخامسه، السادسه، السابعه. راكم معايا ولا لا؟ يعطيكم الصحه. وفي البكالوريا هذه الوحدات جميعهم راكم راح تلقوها في الباك، ما عدا الوحده السابعه الاهتزازات، لعل وعسى ما نوصلوهاش هذا العام. راكم معايا ولا لا؟ الاهتزازات مستبعده بنسبه 50% في البكالوريا لهذه السنه ان شاء الله. تبعوني مليح. معناتها واش بقاونا 6 وحدات تعليميه. بقات لنا الوحده الاولى واللي هي الاكسده والارجاع، بقات لنا الوحده الثانيه واللي هي الميكانيك، الوحده الثالثه الكهرباء الارسي والالان، الوحده الرابعه احماض واسس، الوحده الخامسه النووي، والسادسه الاستاره. دونك هذه الوحدات دير مليح في بالك باللي 100% راك راح تلقاهم في البكالوريا في الموضوعين، في الموضوع الاول وفي الموضوع الثاني. شوفوا، بالنسبه لشعبه علوم تجريبيه الموضوع تاعكم راح يكون مخفف نوعا ما مقارنه بشعبه تقني رياضي، ما راح يكون طويل. راكم معايا؟ باسكو تقني الرياضه راح يكون عندهم 4 ساعات ونص، الموضوع تاعهم راح يكون شويه طويل، مي معناتها ماشي صعيبه طويل. قلت لكم على بها زادوا لكم ساعه مباشره باش تقدروا تكملوا الموضوع صح. شوفوا، شعب التقني الرياضي والرياضي يا جماعه الخير، التمارين ولا الوحدات اللي دائما تكون في الباك، دائما عندكم الوحده الثانيه واللي هي الميكانيك في الموضوعين، الموضوع الاول والموضوع الثاني. شوف، دير غلطه حياتك إذا رحت للبكالوريا بدون الوحدة الثانية. روح للباك بلا الوحدة الثانية تدي 0 مباشرة، معناتها أنت ماكش حاب تدي الباك. إذا رحت للباك بدون ميكانيك ما تديش الباك، ولهذا ديريكت وليدي، باسكو الميكانيك راح تكون في الموضوعين بالنسبة للشعب التقني الرياضي والرياضية وكذلك علوم تجريبية. راكم معايا ولا لا؟ وزيد الوحدة اللي دائما تكون في البكالوريا واللي هي الظواهر الكهربائية، ثنائي القطب أرسي وثنائي القطب أراني. فهمتوني كيفاه ولا لا؟ دائما تكون في البكالوريا، دائما تكون في البكالوريا. معناتها بالنسبه للطلبه اللي راهم متاخرين وراهم حابين يدوا فوق المعدل في ماده العلوم الفيزيائيه، ابدا قرا الميكانيك. كي تكمل الميكانيك اقرا الكهرباء وحل التمارين، حل التمارين تاع البكالوريات السابقه،
تكفي وتوفي. راك معايا ولا لا؟ اذا راك متاخر وراك حاب تدي فوق 10 في ماده العلوم الفيزيائيه راك شايف روحك راك اوت، ما راك حاكم والو، ابدا بالميكانيك، كي تكمل الميكانيك روح للكهرباء وضمن هذيك ال10 في البكالوريا. راك معايا ولا لا؟ وبالنسبه للطلبه اللي راهم متاخرين كذلك وبداو في الميكانيك وكملوا الكهرباء، واش نقول لكم ولادي؟ يبقاو لكم 3 وحدات. سمعوني مليحه كيفاش نقول لكم تقراو بذكاء وليس بجهد. والله العظيم اذا تبعت الطريقه راح تدي 17 في ماده العلوم الفيزيائيه، واليوم راه الجمعه والله بما اقول شهيد. شوفوا كما قلت لكم بلي الميكانيك والكهرباء دائما يكونوا في البكالوريا في الموضوعين، يبقاو لنا 3 وحدات. هذه 3 وحدات تاع شكون استاذ؟ سمعوني مليح، تاع الشيمياء الكيمياء. عندكم الاكسده والارجاع، عندكم احماض اسس، وعندكم الاستاره. كيفاش نقراهم استاذ هذو في شهر ونص اللي بقاو لي؟ طريبيا. شوف دير النهار اقرا فيه الاكسده والارجاع، الصبح الفتره الصباحيه اقرا فيه الاكسده والارجاع، كيفاش توزن المعادلات تاع الاكسده والارجاع والاسئله النظريه والتمارين المعايره وكاع وطرق المتابعه الزمنيه. بازيو بزاف على المعايره يا جماعه الخير والقياس الناقليه، باسكو عندهم بزاف ما جاوش في البكالوريات السابقه. بازيو على المعايره، كي تقراو قراو بذكاء، ماشي معناتها كي نقول لكم بازيو معناتها طيح 100%. قلت بازيو ركزوا على المعايره والمتابعه الزمنيه عن طريق قياس الناقليه. شعب التقني رياضي ركزوا لي على المعايره جيدا، علوم تجريبيه المتابعه الزمنيه عن طريق قياس الناقليه، وحلوا تمارين فيهم. كيفاش تراجعهم؟ راك تحل وفي نفس الوقت راك تراجع. تبقى لك الاحماض والاسس والاستاره. شوفوا الاحماض والاسس اسهل وحده في البرنامج. داير العديد من التلاميذ يحبوا هذه الوحده لانها خفيفه ماشي صعيبه بزاف. احماض واسس واش تقراو فيهم؟ معادله الانحلال تاع حمض في الماء، اساس في الماء، تفاعل حمض اساس، المعايره البي اتش متريه. راجعوا كذلك هذوك البيانات تاع اللوغ وعلاقات اندرسون والداليه وكيفاش تبرهنوا العبارات. وبالاضافه عن ذلك كي تكملوا قراو الاستاره. الاستاره شوفوا عيب عليكم، عيب وعار، نقولها لكم ديريكتومون. اذا ما قريتوش الاستاره، اذا ما قريتش الاستاره معناتها انت ماكش حتدي علامه مليحه في البكالوريا. عيب عليك وليدي، عيب عليك بنتي اذا رحتي للباك بدون استاره. حذاري، باسكو تجيكم ندامه يوم الامتحان، باسكو قادر يجيك تمرين ساهل وانت ما تخدمش فيه. حذاري. اذا الاستاره قراوها راهي بسيطه، كيفاش تسموا الاحماض، كيفاش تسموا الكحول، كيفاش تسموا الاستارات، وقراو تفاعل الاحماض، تفاعل الاستاره مباشره والخصائص تاعو. هذا واش فيه الاستاره صح. وزاد كيفاش نحل التمارين؟ حلوا بذكاء، حلوا تمارين دمج. اش معناتها تمارين دمج؟ معناتها وليدي كي تقرا الاستاره زعما نقولوا بلي الوحده الاولى حل تمارين دمج مع الاحماض والاسس. حبيت تحل الاستاره والاحماض والاسس، كتب تمرين دمج استاره زائد احماض اسس. منها راك تحل احماض اسس وتافونسي، وراك تحل الاستاره وتزيد الاكسده والارجاع. هذه الطريقه كيفاش تقراو. وبالاضافه عن ذلك يبقاو لنا وحدتين، الوحده تاع النووي بالك تروحوا للباك بلا به، ديروا غلطة حياتكم. النووي عنده علاقات خاصة به، لازم تقراهم ولاد وتحفظوا القوانين تاعو باسكو تمارين سهلين. ويبقاو الأعمدة بالنسبة للشعب التقني رياضي علوم تجريبية ماشي معنية بهم. الأعمدة سهلة، اقراوها مع الأكسدة والإرجاع. راكم معايا ولا لا؟ هكذا ولادي إذا تبعتوا الطريقة اللي قلت لكم عليها والله العظيم تدوا علامة مليحة. وإن شاء الله تدوا الكلام تاعي بعين الاعتبار، ويعطيكم الصحة وصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، وبالتوفيق للجميع إن شاء الله. صحيت ولادي.